نخشى على الإطلاق أي صورة من صور المواجهة مع إسرائيل، فقد وضعناها في حجمها الصحيح دون مبالغة، ترفعها إلى مصاف القوة الجبارة القادرة على أن تقول للشيء كن فيكون، أو استهانة ساذجة تجعلنا نظن أنها كيان هزيل لا حول له ولا قوة. وإنما انكمشت إسرائيل بعد حرب رمضان المجيد إلى حجمها الطبيعي، فأصبحنا نراها كيانا يمكن وقفه عند حده وردع عدوان. ومهما أوتيت إسرائيل من قوة وسطوة فيما وراء حدودها، ومهما كانت الشبكات التي تعمل لحسابها وتأتمر بأمرها على المسرح الدولي، فلدينا نحن من عناصر القوة ما يفوق كل ما تستطيع إسرائيل أن تعبئه في أي مواجهة، كما أن لدينا من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكننا من الصمود عسكريا وسياسيا ونفسيا، ولدينا من الدراية بالخصم وأساليب ما يضمن لنا التغلب عليه في أي مكان. ثم إن لدينا قبل هذا وذاك إرادتنا الحرة القادرة على حماية مصالحنا والتمييز بين ما يمكن أن نقبله وما يجب أن نرفضه. نحن نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض من واقع رؤيتنا للهدف وإصرارنا على بلوغه، لا تحت ضغط الخوف أو فقدان الثقة أو عدم اليقين. كل هذا ولا في معركة أكتوبر الحالية. ثم إننا في هذا الموقف أو ذاك